ولادي وبناتي طلبة الصف الثاني، أهلا بيكم. احنا النهاردة هنعمل مراجعة سريعة علشان ناخد أسئلة س وج، مجرد كأنها جايد لينا في الامتحان بتاع الشهر بتاع بكرة. الامتحان هيتناول الموقف الفلسفي لحد الخصائص بتاعته. هناخد مراجعة بحيث ازاي اعرف احلل العبارة واطلع منها الكيورد او المفتاح اللي بيدللي على الاجابة. وانتوا معايا من السنة اللي فاتت، فاظن الموضوع دلوقتي بيبقى سهل. هنبتدي ناخد مراجعة سريعة. هناخد اسئلة اللي تشوز، اللي هي الاختيار من متعدد. هنشوف الاجابة ازاي، واهم الاسئلة اللي انتوا دايما بتكونوا محتارين فيها اللي هي المقالي. والسؤال المقالي خدوا بالكم منه، لانه هو دايما هيجي يقولك دللي بمثال او يديلك مشكلة وتحليها. نبتدي مع بعض دلوقتي بأسئلة الفلسفة. اول سؤال بيقول لي: تعجب سقراط من ادعاء الناس بمعرفة كل شيء. هذه العبارة تجسد احد خصائص الموقف الفلسفي، وهي: أ التساؤل، ب الدهشة، ج التروي، د البصيرة. أنا عندي هنا أول كلمة في العبارة هي اللي بتمسكني الإجابة. التعجب. التعجب تعني إيه؟ أو التعجب هو المرادف لإيه؟ التعجب هو المرادف للدهشة. وإحنا قلنا إن الفيلسوف دايماً الظواهر ما بتمرش عليه مرورا كالإنسان العادي مطلقا. الإنسان العادي ممكن يشوف ادعاء الناس بالمعرفة على إنه شيء عادي وإن كل الناس بتعمل كده، لكن الفيلسوف ينظر للظاهرة بعين مختلفة ويحاول أن يحللها إلى أن يصل للمبادئ الأولى التي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة. يبقى تعجب سقراط، تعجب يعني دهشة سقراط من ادعاء الناس بالمعرفة. يبقى إذن الإجابة بتكون هي الدهشة من كلمة التعجب. السؤال الثاني: طلب الأدنى من الأعلى هو أسلوب يستخدم للحصول على البيانات أو المعرفة إذا وجدت إجابة للمعلومة التي يتطلبها، ولكن إذا لم توجد إجابة فهو يتساءل سؤال آخر. هذه العبارة بتجسد أحد خصائص الموقف الفلسفي: أ التروي، ب اليقظة، د الدهشة، ج الدهشة، د التساؤل. طبعا هنا العبارة موضحة لنفسها: إذا وجدت إجابة ولكنه لا توجد فإنه يبحث ويتساءل مرة أخرى. إحنا قلنا أن الفلسفة دائما تأتي في صورة سؤال ولا تعطي إجابة نهائية قاطعة، لأن في إجابة هذا السؤال هو إغلاق باب التفلسف. إذا أنا بسأل وما بديش أي إجابة، عشان كده هنا بنقول إن الاختيار السليم هو التساؤل. السؤال اللي بعد كده: يختلف تناول مفهوم عالم الاقتصاد لظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن عن عالم الاجتماع. تجسد هذه العبارة الموقف الفلسفي من حيث الخصائص، الأهمية، المفهوم، التحديات. طبعا ده بنقول عليه سؤال هدية لأنه واضح وبسيط جدا. ده بتبقى بتعبر عن المفهوم، لأن احنا قلنا مفهوم الموقف الفلسفي إن لكل واحد بيتناول الموقف الفلسفي تبعا لحساسية الموقف، بيختلف الموقف الفلسفي من إنسان لآخر. فهنا بيكون الإجابة الصحيحة هي المفهوم. الفلسفة ليست منعزلة عن حياة الناس اليومية، إنما تؤثر في تصرفاتنا اليومية ونواجه بها النظم التي تحيط بنا. يصنف
ذلك الموقف الفلسفي من حيث اتجاه عام وتوجه عام للأشخاص. ب. يجعلنا نقف عند مستوى الأفكار السطحية. ج. يجعلنا نتناول ظواهر الموقف فقط. د. يجعلنا نصل للفكرة الصحيحة بالتحليل والتفلسف. طيب تعالي نحلل هنا العبارة. يقولك الفلسفة مش منعزلة عن حياتنا اليومية، دي الفلسفة في حياة الناس اليومية، بنعالج بيها مشكلاتنا، بنشوف بيها تصرفاتنا، بنواجه بيها النظم الاجتماعية كلها اللي بتحيط بينا. يبقى هل هي بنقف فيها عند المستوى السطحي للأفكار؟ طبعا بنستبعد الإجابة دي. نقف عند الظواهر السطحية أو ظواهر الموقف؟ لأ، ده احنا مش كده بنقف، ده احنا بنواجه بيها المشكلات اليومية والنظم الاجتماعية. هل هي اتجاه عام لشخص معين؟ لا، يبقى تجعلنا نصل للحقيقة عن طريق التحليل والتفلسف. يبقى الفلسفة ما هي إلا اتجاه بنصل بيه للحقيقة عن طريق التحليل. السؤال اللي بعد كده، لا يحتاج التقدم إلا لعقول أكثر انتباه، تنتظر وتعترض وتغير وتسعى للفهم والتفسير وتغير الحقائق. نستخلص من العبارة السابقة أحد خصائص الموقف الفلسفي. ألف، الأشياء لا تبدو كما هي عليه. ب، التناسق بين المكونات. ج، عدم الانخداع بالمظاهر. د، احترام الحقيقة لذاتها. أما نيجي نحلل العبارة هنا بنقول إن التقدم في المجتمعات ما بيقفش إلا على عقل منتبه، بيعرف يفكر، بيعترض، بيفسر، بيسعى، بيغير. يعني هو ما بينخدعش بالشكل الموجود، هو بينقد، هو بيحاول يصل إلى حقيقة الأشياء. يبقى التناسق بين المكونات لا، دي في الانسجام. احترام الحقيقة لذاتها لا، هنا ما جابليش سيرة ان الفيلسوف لازم يقول الحقيقة مش لأجل الآخرين، ولكن احترام للحقيقة لذاتها. هنا الاختيار الصحيح عدم الانخداع بالمظاهر. ليه؟ أنا عندي عقول متنبهة، عقول أكثر انتباه، يعني ما بتنخدعش بالظاهر. يبقى لما بيجيلي عقول أكثر انتباه يعني عقول لا تنخدع بالظاهر. السؤال اللي بعد كده، لا ينمو العقل إلا بثلاث: إدامة التفكير، مطالعة كتب المفكرين، الانتباه لتجارب الحياة. توظف هذه العبارة أحد خصائص الموقف الفلسفي، وهي ألف، الفلسفة لا تعطي الجواب النهائي القاطع، ده اللي هو التساؤل. هل هنا في حاجة عن التساؤل؟ لا، كل ما يقال به، كل ما يقال قابل للنقد. ج، حسن التوقع والانتظار لكل ما هو جديد. د، التغافل عن طلب الحقيقة. طبعا نمرة ألف ونمرة د بنستبعدها على طول، لأن هنا أنا ما عنديش أي تساؤل. أنا عندي الاختيار بينحصر ما بين كل ما يقال غير قابل للنقد. هل الفلسفة بتعلمنا إن كل ما يقال غير قابل للنقد، ولا الفلسفة كانت بتعلمنا من ساعة ما خدنا في سنة أولى عدم تصديق أي شيء إلا إذا كان متبوعا بأدلة عقلية؟ اختيار الأخير عندي إيه؟ حسن التوقع والانتظار لكل ما هو جديد. الانتظار لكل ما هو جديد، المعرفة الجديدة، حسن التوقع ما بيجيش للعقل إلا لما بالعقل بيكون مفكر، عقل بيطالع كل ما هو جديد، عقل بيعرف ويستجيب لتجارب وخبرة الحياة. يبقى إذن الاختيار هو حسن التوقع والانتظار لكل ما هو جديد. السؤال اللي جاي ناخد بالنا منه كويس قوي ونشوف طريقة الإجابة هتبقى إزاي. يختلف
موقف الفيلسوف عن موقف الإنسان العادي تجاه مشكلة زواج الفتيات مبكرا. حلل هذه العبارة في ضوء دراستك للموقف الفلسفي بين الإنسان العادي والفيلسوف. طبعا السؤال ده هيحتاج تركيز. المقارنة اللي خدناها في أول السنة عن الموقف الفلسفي ما بين الإنسان العادي والفيلسوف هبتدي أطبقها عمليا على المشكلة، وده هو دايما اللي بيجي يديلك مشكلة ويقولك طبقيها ويقولك حلليها أو اوجدي ليها الحل. احنا في الإجابة على سؤال زي دوت هتكون ازاي؟ أنا هعمل جدول المقارنة، هكتب وجه المقارنة الإنسان العادي الفيلسوف. أول نقطة في نقطة المقارنة زي موجودة في الكتاب عندي، أول حاجة إيه؟ نوع الحكمة. نوع الحكمة عند الإنسان العادي بنقول عليها حكمة عملية، أما عند الفيلسوف فهي حكمة نظرية. طيب هنطبق إزاي بقى الإجابة عملية؟ هنقول عند الإنسان العادي هيحاول الإجابة على زواج الفتيات مبكرا نتيجة عن تراكم الخبرات السابقة من حياته، لذا يقول ينصح الآباء بناتهن بالتعليم وعدم ترك التعليم، لأن التعليم هو سلاح الفتاة في الحياة، هو سلاحها المادي وهو سلاحها المعنوي الذي يحميها. ببساطة نتيجة لخبرة الحياة أنا شفت إن البنات اللي اتعلمت إن التعليم ده كان هو السلاح المادي ليها، هو اللي قدر يحميها، وهو السلاح المعنوي لأن هو بيديها أفكار، بيوسع عقلها وبيوسع مداركها، بيخليها إزاي تقدر تحافظ على نفسها وتواجه مشكلات الحياة. إذن هو سلاح مادي وهو سلاح معنوي. طيب الفيلسوف هينظر للمشكلة إزاي؟ الفيلسوف هينظر للمشكلة ويحللها ليصل إلى المبادئ الأولى ويضعها في صورة تساؤلات. ما هو المقصود بزواج الفتيات مبكرا؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور زواج الفتيات مبكرا أو ظهور زواج القُصّر؟ 3. ما هي الآثار المترتبة على هذه الظاهرة؟ ما هي الأضرار التي يتحملها المجتمع في حالة انتشار ظاهرة زواج الفتيات مبكرا؟ ما هي علاقة ظاهرة زواج الفتيات مبكرا بانتشار بأطفال الشوارع؟ زي كده الفيلسوف بيحل وبيربط الظواهر الجزئية بعضها ببعض. يبقى دي أول نقطة حليناها اللي هو نوع الحكمة عند الفيلسوف وعند الإنسان العادي في تناول ظاهرة زواج الفتيات. طيب النقطة اللي بعد كده اللي هي إيه؟ لغة التعبير. احنا قلنا إن لغة التعبير التي يستخدمها الإنسان العادي هي لغة بسيطة، فيتناولها الإنسان العادي بسؤال بسيط: لماذا تتزوج الفتيات مبكرا؟ هل للاحتياج المادي أم لمجرد أن الفتيات لا تصلح للتعليم فقط؟ بيستخدم أسلوب بسيط وعبارات بسيطة بيفهمها الإنسان. طيب نشوف الفيلسوف هيتناولها إزاي. هيقولك ظاهرة زواج الفتيات مبكرا، ما هي الأضرار الصحية التي تنتج للفتيات عن طريق الزواج مبكرا؟ وما هي الأضرار النفسية التي تنشأ للأطفال بعد انفصال أمهاتهم عن الزواج المبكر؟ وما هي علاقة انتشار أطفال الشوارع عن طريق الزواج المبكر؟ يبقى إذن هنا بيستخدم الفيلسوف ألفاظ أو مفردات بتخص الظاهرة وأكثر دقة. يبقى احنا كده أخدنا لغة التعبير. النقطة اللي بعد كده أسلوب التعبير. احنا قلنا ان أسلوب التعبير ان عند الإنسان العادي بيقوم على، بنكتب بين قوسين، التكثيف أي الاختصار الشديد. يعني عندما يطلب من الإنسان العادي انه يقدم حلول لظاهرة زواج الفتيات مبكرا، كل ما يحاول أن يقوله نصح الفتيات والآباء والأمهات بأضرار الزواج المبكر، وبيسكت على كده.
أما الفيلسوف فعندما يستخدم هذه الظاهرة في أسلوب التعبير فهو يحاول أن يحلل الظاهرة من أسبابها إلى الوصول إلى الحلول لهذه الظاهرة. هيقول لك زواج الفتيات مبكرا بتنتج عنه أمراض اجتماعية كثيرة، بينتج عنه أطفال مشوهة لصغر سن الفتيات، بينتج عنه تشوهات نفسية للأم وللطفل نتيجة للحياة الاجتماعية غير السليمة التي ينشأ فيها. زواج الفتيات مبكرا يؤدي إلى ظهور العشوائيات ويؤدي إلى ظهور الفكر غير الصحيح أو انتشار الفكر الإرهابي. كل ده نتيجة للزواج المبكر للفتيات. يحاول الفيلسوف النطق بإيجاد توعية صحية، توعية دينية، توعية ثقافية، لأن أنا عندي أسلوب الفيلسوف لا يقوم على التكثيف ولا الاختصار، إنما يقوم على الشرح والتحليل. آخر نقطة اللي هي التناقض. حكمة الإنسان العادي دائما تأتي متفرقة متناقضة، قد يبتدئ الأول بالحلول في الإنسان العادي ثم يعرض للمشكلة، ثم يرجع للحلول مرة أخرى، ثم يرجع للمشكلة. علشان كده بنقول إن حكمة الإنسان العادي يشبه التناقض، لأنه أحيانا ما بيكونش فيها ترتيب وتسلسل، بيكون من المشكلة إلى الحل ومن الحل إلى المشكلة. أما حكمة الفيلسوف فهو يسودها التناسق والتناغم، فهو يبدأ بالمقدمات ومن المقدمات ينتهي إلى النتيجة، بحيث تلزم المقدمات عن النتيجة. يثق الفيلسوف أن زواج الفتيات مبكرا بيؤدي لأمراض اجتماعية، بيؤدي إلى ظهور مشكلة أطفال الشوارع، لذا يجب علينا أن نعطي أمثلة إيجابية للفتيات التي لم يتركن التعليم واستمروا في التعليم. وبكده إحنا هنا نبقى قارنا ما بين الإنسان العادي والفيلسوف في تناول ظاهرة زواج الفتيات مبكرا. طيب ناخد شوية أسئلة على المنطق. المنطق هيجي في الامتحان 2 اختيار من متعدد، والسؤال الثالث هيجي المقال. السؤال الأول في المنطق بيقول لي الحد جماعة يصنف على أنه حد كلي ولا حد جزئي ولا حد جمعي ولا اسم علم. طب نبص كده، الحد جماعة احنا طبعا ده مش حد جزئي، لان الحد الجزئي هو بيطلق على اسم واحد، على لفظ واحد، على شيء واحد، على مسمى واحد بالذات، ولا يذكر على احد غيره. طيب ده مش حد جزئي ولا ده اسم علم. هيجي عندي الاختيارين ما بين الحد الكلي والحد الجمعي. احنا عرفنا ازاي ما بنفرق ما بين الحد الكلي والحد الجمعي. الحد الكلي بيطلق على عدد لا متناهي من الافراد، ولكنه يمكن ان يطلق على كل فرد على حدة. طب كلمة جماعة ليها فرد؟ ليها مفرد؟ ملهاش، يبقى ما اقدرش اقول عليها حد كلي. حد هي تبقى عندي ايه؟ حد جمعي. ليه؟ لانها حد لا يطلق الا على عدة افراد مجتمعين بعضهم مع بعض، ولا يمكن ان يطلق على احد غيره على حدة. يعني انا معرفش اجيب جماعة او مجتمع معين واخد فرد منه واقول عليه ده الجماعة، لكن لما احط هذا الفرد وسط المجموع كله اقول عليهم ايه؟ جماعة. السؤال الثاني بيدور برضو حول نفس المفهوم. اسم ليس له مفرد من لفظه، ولكن يوجد له مفرد من لفظة غيره، تصنف هذه العبارة على أنه حد موجب، حد سالب، حد جمعي، حد كلي. ما دام قال لي ليس له مفرد، إذا كلمة ليس له مفرد دي بتعني إيه؟ لا يمكن إطلاقه على فرد واحد، لا يمكن أطلقه على فرد. طالما ان انا جبت كلمة لا يمكن اطلقه على فرد واحد، يبقى اذا انا بقصد هنا ايه؟ الحد الجمعي. يرى ابن سينا في كتابه
مقدمة الإشارات أنه المبتدأ أو إنه الآلة التي ننتقل فيها منه إلى العلوم الطبيعية. تلخص هذه المقولة معنى المنطق عند أ الفارابي، ب الغزالي، ج أرسطو، د فلاسفة القرن ال19. أنا عندي هنا كلمة تو ما بشوفها بعرف على طول الاختيار، بننتقل منه إلى العلوم الطبيعية. لما نرجع للدرس دوت المنطق مرآة العصور، أول واحد كان أرسطو. بيقول لي إيه عن أرسطو؟ إن هو المؤسس للمبدأ لعلم المنطق. إن أرسطو جعل من المنطق الآلة التي تعصم التفكير من الخطأ. ماشي، بعد كده في إيه؟ اللي جعله المدخل لكل العلوم الطبيعية. يبقى مين اللي شاف المنطق على إنه المبتدأ، الشيء اللي ببتدي منه بذهب منه وبجعله مبدأ لكل العلوم؟ قال لي كلمة العلوم لوحدها وسكت. قال لي كلمة العلوم الطبيعية بعرف على طول إنه مين؟ إنه أرسطو. السؤال المقالي يقول الدكتور محمد قاسم: لست بعيدا عن الحق عندما أرى أن المنطق وأساليب التفكير ومناهج البحث هي أفضل الوسائل في بناء الصرح العلمي لدينا. نستخلص من هذه المقولة بعض فوائد وأهمية لعلم المنطق. في ضوء هذه العبارة اشرحي 2 من فوائد علم المنطق. أنا عندي فوائد علم المنطق يا بنات الستة. عندي إنه بيحرر الإنسان من العاطفة، اختيار الألفاظ بدقة، إنه بيساعدنا من الانتقال المعلوم للمجهول، إن المنطق بيساعدنا على إن إحنا نستدل أو نفرق ما بين الأدلة السليمة والغير السليمة، والأدلة الكافية والغير كافية. اختاري أي 2 من أهمية وفوائد علم المنطق وخديهم جيبيهم واشرحيهم وادي عليهم الأمثلة. إنه علم المنطق بيساعد الباحث على التحرير من العاطفة، إن إحنا إزاي نحكم أحكام حيادية. بيساعد المنطق على اختيار الألفاظ بدقة، لأن اللغة العربية تحوي ألفاظ ليس لها مدلول، وتوجد ألفاظ لها أكثر من معنى. باخد أي 2 من العبارات دي أو من أهمية علم المنطق وباخدهم وبدي عليهم أمثلة. طبعا دي مراجعة سريعة على الجزء البسيط اللي هيكون في الامتحان بتاع الفلسفة، وبنتعلم منه إزاي إحنا نحلل العبارة اللي هتجيلنا. مع تمنياتي ليكم بالنجاح والتوفيق دايما، وإن شاء الله انتظروا من الأسبوع الجاي هننزل كل يوم خميس من كل أسبوع شرح للدروس مع التطبيق بأسئلة. شكرا لكم ولادي وبناتي على حسن الاستماع.